بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. التشكيل المتوقع للفارس الأبيض أمام الأهلي في مباراة القمة المنتظرة في الدوري المصري الممتاز. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو أنت أول مرة تشوفنا على القناة دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد، وما تنساش الصلاة على النبي. ويدخل الزمالك هذه المباراة بعواد في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وعبد الغني وعمر جابر. أما عن ثلاثي خط الوسط وهو متكون من نبيل عماد دونجا وإمام عاشور وعمرو السيسي. أما عن الهجوم الذي سوف يقود الفارس الأبيض في هذه المباراة، متكون من سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وزيزو. وبعد ما انتهى الفيديو يا شباب، بس في كلمة بس حابب أقولها على مباراة الزمالك وبيراميدز. الزمالك عمل مباراة سيئة قدام بيراميدز بمعنى الكلمة. يا ريت يا ريت يا ريت الجهاز الفني وجوزوالدو فيريرا البروفيسير يعمل تشكيلته صح، يلعب صح، علشان ده الأهلي مش بيراميدز، وممكن لا قدر الله نخسره، ولو خسرنا يبقى الدوري في الجزيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم على خير.